مقاتل ساموراي يقاتل عشيرته لإنقاذ حياة طفلة. السلام عليكم أيها الأصدقاء، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل أن نبدأ الملخص أدعوك لقراءة الحديث وأيضا الاشتراك في القناة فضلا منك والإعجاب بالفيديو. وبدون إضاعة وقتك الثمين فلنبدأ الملخص. منذ زمن بعيد وفي أرض بعيدة عاش هناك محارب يدعى يانغ. تدرب مع عشيرته منذ أن كان طفلا ليصبح أعظم محارب في التاريخ، وأرسلوه ليقضي على عشيرة عدو لهم، وهزم زعيم عشيرة العدو وجميع محاربيه بكل سهولة. لكن عندما وجد طفلة القائد لم يستطع قتلها ورق قلبه لها، وللأسف جعله هذا القرار عدو لعشيرته، لأنه لا يمكن لأي عشيرة أن تفوز ما لم تقتل كل فرد من العشيرة الأخرى، وهذا يشمل أيضا الأطفال. وبدأت مجموعة الناي الحزين بملاحقته، وعلم أن هذه العجوز تريد قتل الفتاة، لذلك قرر القضاء عليها وقام بحرق منزلها، وأخذ سفينة متوجها إلى أمريكا حيث يتواجد صديقه المحارب سمايلي ليطلب منه مكانا آمنا للطفلة. للأسف عندما وصل يانغ إلى بلدة لود الصغيرة كانت تنتظر أخبار سيئة. سمايلي توفي منذ 3 سنوات. سادست فلوت هذا هو مدرب يانغ والذي يبحث عنه للقضاء عليه. علم أن يانغ ذهب إلى أمريكا وقرر اللحاق به ويأخذ معه مجموعة كبيرة من محاربي الساموراي. يشعر أهل البلدة بالقلق من يانغ وخاصة رون، ولكن عضو السيرك 8 بول لطيف جدا معه ويأخذه إلى محل الذي كان يعمل فيه سمايلي حتى يتمكن يانغ من البقاء مع الطفلة إن أراد ذلك. وفي الليل تهاجمه امرأة تدعى لين بعصا وتضربه وتعتذر منه وتخبره أنها كانت صديقة سمايلي، وأنها اعتقدت أن يانغ قد يكون عدوا لسمايلي. ونظرا لأن يانغ يحتاج إلى المساعدة قررت لين تعلمه كيفية غسل الملابس حتى يتولى إدارة المتجر. تعلمه كل شيء لأنها كانت تساعد سمايلي، بالمقابل كان يعلمها كيف تستخدم السيف. وقررت لين تسمية الطفلة إبريل. قام يانغ بتنظيف المتجر، وفي اليوم التالي كان مفتوحا وجاهزا للعمل، ويحاول 3 مراهقين التنمر عليه. وجاء 8 بول وقام بتلقينهم درسا قاسيا، وقام بدعوة يانغ وإبريل لتناول الغداء. لاحظ يانغ أن لين تتدرب على رمي السكاكين لكنها لم تكن تجيد ذلك وكانت غاضبة. رون لم يحب وجود يانغ في المدينة. وفي المساء يسير يانغ بالقرب من منزل لين ويسمع الموسيقى لأول مرة في حياته لين، وتقوم بدعوته للاستماع إلى الموسيقى. وتمر الأيام ويصبح يانغ اجتماعيا أكثر، وزاد استمتاع يانغ بحياته الجديدة، وأصبح لديه عمل وأصدقاء وبدأ حديقته الخاصة. وفي أحد الأيام لاحظ يانغ أن لين تزور المقبرة، وسأل 8 بول عن ماضيها. منذ عدة سنوات تعرضت المدينة لهجوم من قبل العقيد الفاسد الذي أراد أن يستمتع بالفتيات، واختار المراهقة لين وأدخل إلى إحدى المنازل. لكن لين بدأت بالدفاع عن نفسها وقامت برمي وعاء بزيت مغلي على وجه العقيد. خرجت لين من المنزل وأطلق عليها العقيد النار. حاول والدها مساعدتها لكن العقيد أطلق عليه النار أيضا وقام بقتل كل عائلة لين. وبعد رحيله قام السكان بنقل الجثث إلى المقبرة، لكن اكتشفوا أن لين ما زالت حية، لهذا فهي تتدرب من أجل الانتقام. وقرر يانغ مساعدتها وأخذها إلى السيرك لتعليمها كيف ترمي، وأخبرها أن مشكلتها ليست في ذراعيها ولكن في تركيزها. وعصب يانغ عيني لين قبل أن ترمي السكاكين عليه، ونجحت وتشكره على مساعدته لها، وأخبرته أنها تعرفه لأن سمايلي أخبرها عنه. سألته لين لماذا انضممت إلى العشيرة. يخبرها يانغ عن والده الذي قتل لمجرد اختبار سيف، ويانغ كان غاضبا من والده، لهذا قرر أنه يريد أن يصبح أقوى. ولاحظت لين أن يانغ حزين وأعطته عقدا كان ملكا لوالدتها. يتذكر يانغ المرة الوحيدة التي حصل فيها على هدية، وأعطاه سادست فلوت كلبا صغيرا أكرمكم الله، وأظهر للين سيفه والذي قام بقفله حتى لا يتمكن من القتل مرة أخرى. ولديه سيفين صغيرين وقام بتدريب لين على المبارزة. استولى سادست فلوت والعشيرة على سفينة وقاموا بقتل الكل متوجهين إلى أمريكا. سادست ليس قلقا، يعلم أنه سيجد يانغ بكل سهولة. وبالعودة إلى البلدة تستمر حياة يانغ الجديدة كالمعتاد، يعتني بإبريل ويتفقد حديقته وأيضا يدرب لين. تقيم فرقة السيرك حفلة كبيرة ولين تقترح عليه أن يتدربوا.
في الوقت الذي وصل فيه العقيد ورجاله إلى البلدة وتركوا خيولهم تدوس على حديقة يانغ، ويرتدي العقيد قناعا لتغطية الحروق التي سببتها له لين. يقاطع الحفلة ويبدأ بالتنمر على أفراد السيرك، ويستخدم المهرج كتمرين على الرماية. وعندما يحاول رون إيقافهم يمسكه العقيد بصوته حول رقبته ويجعل أحد رجاله يجره على الرمال، ثم أطلق العقيد النار على المهرج ويخبرهم أنه يريد فتاة. يعلم سكان البلدة أن لين تريد الانتقام، لذا قاموا بربطها في القبو، وأخذ يانغ سيوفها، كان لديها سكين آخر مخبأ. وبعد مغادرة الرجال تحرر لين نفسها. يفكر يانغ عما إذا كان يجب عليه أن يحارب بسيفه. يجمع العقيد نساء البلدة ويختار واحدة متزوجة. عندما يحاول زوجها الدفاع عنها يطلق عليهما النار، مما تسبب في خروج بناتهما، كانوا مختبئات خوفا من جبروت العقيد الذي قام باختيارهما. لكن لين قاطعته وهو يتناول العشاء وتريد أن تكون بدلا من الفتيات. يكتشف سكان البلدة أن لين قد هربت، ويسمع يانغ عن الأمر وقرر أن الوقت قد حان لكسر ختم سيفه. ويسمع سادست فلوت كسر الختم. الآن يعلم مكان يانغ. لين حاولت مهاجمة العقيد بسكينها، لكن اتضح أنه يعرفها، موجها سلاحه باتجاهها. يستدعي العقيد رجاله ويأمرهم بإمساك لين حتى يتمكن من الحصول على ما يريد، لكن قاطعهم وصول يانغ المفاجئ وبدأ يقتل في رجال العقيد بكل سهولة. وكان على وشك قتل العقيد أيضا، لكن لين أوقفته لأنها تريد أن تقتله بنفسها. أمسكها العقيد وقفز برفقتها من النافذة. يهرب العقيد وتتبعه لين. تستخدم لين مهاراتها لترمي سكينها نحو العقيد وقامت بقتله، لكن عندما تم نزع القناع اتضح أنه أحد رجاله والعقيد قد هرب. يانغ ينوي أخذ معه إبريل ومغادرة البلدة قبل أن يعثر عليه سادس، لأنهم لا يريدون أن يكونوا في مشاكل بسببه. لكن 8 بول أخبره أنهم في خطر لأن العقيد سيعود للانتقام بمزيد من الرجال. يقبل يانغ بالبقاء للمساعدة، ولكن سكان المدينة يعتقدون أنه ليس كافي. لكن 8 بول يقول لهم أن معهم أيضا رون. 8 بول لديه أسلحة كان قد قام بدفنها في المقبرة. وبدأ رون بإظهار مهاراته. تحدثت لين مع يانغ وتعلم أنه سيغادر بعدما ينتهوا من أمر العقيد، وتريد أن يفكر في اصطحابها وإبريل. يستخدم رجال البلدة المتفجرات لإعداد فخاخ للعقيد ورجاله. أخبر رون يانغ بأنه كان يعلم أنه رجل خطير لأنه كان يشم رائحة الدم، وينصح رون يانغ بأنه إذا كان يحب شخصا فعليه أن يبتعد عنه حتى لا يتسبب له في الآلام. أعاد يانغ للين سيوفها وأخبرها بأفضل الأماكن لطعن الرجل وقتله بسرعة. اختبأ أحد المراهقين مع إبريل بينما كان يانغ ينتظر عند مدخل البلدة. وبدأ أيضا رون بالاستعداد. وعندما وصل العقيد ورجاله ومروا على الحديقة، ولكن سقطوا في الفخ الذي نصبه أهل البلدة. قتل انفجار الديناميت مجموعة كبيرة منهم وخلف سحابة من الغبار سمح ليانغ بالتحرك دون أن يلاحظه أحد، ويقتل المزيد من الرجال. يأمر العقيد رجاله بالتقدم إلى الأمام للوصول إلى السيرك، وعند دخولهم بدأت انفجارات أخرى، ويبدأ رون في إطلاق النار عليهم من الأعلى. وعندما يبدأ رجال العقيد في التسلق للوصول إلى رون تظهر فرقة السيرك لإطلاق النار عليهم. ويواصل يانغ التحرك في الظل لقتل المزيد من الرجال بسيفه. يستخدم رون أكبر عدد ممكن من الرصاص، وعند نفاذ الرصاص فر منهم وتنفجر عجلة السيرك ويموت الكثير من الرجال. خرجت فرقة السيرك من أماكن اختبائهم معتقدين أنهم انتصروا، لكن العقيد وبعض رجاله ما زالوا على قيد الحياة وقتلوا الكثير من الناس. وعندما كان رجال العقيد على وشك قتل البقية ظهر سادس فلوت رفقة رجاله، وتبدأ معركة جديدة بين مستخدمي السلاح ومستخدمي السيف. ويطلب يانغ من لين أن تركض رفقة إبريل بينما هو ينضم إلى المعركة ويقتل رجال العقيد وأيضا المحاربين، ويركض خلف إبريل ولين لحمايتهم لأن العقيد ذهب خلفهم. وعندما يجدون أنفسهم محاصرين تمنح لين إبريل إلى 8 بول ليأخذها بعيدا بينما هي تساعد يانغ. وبعد أن تغلبوا على المحاربين يذهب يانغ ولين للعثور على بول ووجدوه مقتول، والعقيد أخذ إبريل معه. يختبئ العقيد مع إبريل في غرفة في الفندق وترك مجموعة من رجاله لحمايته ويقتلون المحاربين. يدخل يانغ ويقضي عليهم بسرعة البرق، ودخل إلى الغرفة وبحركة سريعة منه نزع يانغ سلاح العقيد واستعاد إبريل ولم يقتله. ترك الفرصة للين وبدأ القتال بين لين والعقيد، وسيطر العقيد على لين، لكن لين كان لديها دافع
لقتله وخلصت الناس من شره. والآن حان الوقت ليواجه يانغ سيده ومدربه الذي يصر على ضرورة قتل إبريل لأنها ستكون عدوا دائما. ولا يعتقد سادس أن يانغ لديه الشجاعة لقتله وأنه كان دائما رقيق القلب، وعندما كان طفلا واجه صعوبة في قتل الكلب، وحتى عندما كبر لم يستطيع حتى قتل طفل. يانغ سيفعل أي شيء لحماية إبريل ولا يتردد في قتل سيده. والآن وقت مغادرة يانغ. تذكر نصيحة رون ولا ينوي أخذ لين معه، بل سيترك أيضا إبريل في البلدة حتى تتمكن من العيش بعيدا عن الخطر. وبعد أشهر يعيش يانغ على أرض متجمدة ويبيع الأسماك التي يصطادها، لكن لسوء الحظ عثر عليه محارب من عشيرته وقتله يانغ وأخذ سيفه والقلادة التي أعطته لين، وبعدها يقوم بحرق منزله. وفي طريقه تم العثور عليه من قبل المحاربين، وهذا يعني أن العشيرة ستتبعه إلى أي مكان يذهب إليه. وهنا نكون قد انتهينا من تلخيص الفيلم. أتمنى أن يعجبكم. إن أعجبكم الفيديو اضغط لايك واشتراكك في القناة، وأيضا لا تنسى قراءة الحديث الظاهر. وإلى لقاء قريب إن شاء الله.